هل ماتت أخوة الشعوب؟ بعد المعارك الدامية في روجافا كردستان سوريا، يتقصى الكرد بقلب مهشم وغضب عارم وسخط شديد عن المسؤولين عن هذه الانتكاسة. ففي روجافا كردستان ومنذ 14 عاما هناك مساعي لرسم لوحة فنية مشيدة على مفاهيم ضلالة كأخوة الشعوب والديمقراطية والجينولوجي وتحرير الشرق الأوسط، متجاهلة في الوقت نفسه الهوية الكردية. ولكن في النهاية قام مدعي أخوة الكرد برمي جثث أبناء الكرد من فوق المباني الشاهقة، نهبوا بيوتنا وممتلكاتنا، دمروا مقابرنا، أداروا فوهة بنادقهم تجاه صدور رفاق جبهات الأمس من الكرد وأردوهم شهداء. ويرى الكرد أخوة الشعوب ويحملون هذا المشروع مسؤولية وقوع الكوارث والإبادات الجماعية، فنعوا أخوة الشعوب وحملوا نعشه. رغم كل هذا ما زال هناك أشخاص أمثال آلدار خليل وصالح مسلم وكوادر بارزة في حزب العمال الكردستاني PKK يصرون على أن خط أخوة الشعوب باق وصحيح وسنسير عليه. ولهذا يا ترى هل سيظل الكرد يرددون شعار عاشت أخوة الشعوب أم سيقولون ماتت أخوة الشعوب؟ كلا، لا هذا ولا ذاك، لأن القضية الكردية قضية حقوق قومية وطنية، فالحقوق القومية وأخوة الشعوب أمران مختلفان، لا يحل أحدهما مكان الآخر ولا يلغيه. فالحقوق القومية قضية سياسية متعلقة بالدولة والسلطة والنظام الحكم والقانون والسيادة والبروتوكولات، بينما أخوة الشعوب موقف أخلاقي ومطلب إنساني وليس مفهوما سياسيا في العلوم السياسية. فالقانون لا يلزم الشعوب بأن يكونوا إخوة. فبالنسبة للشعوب غير المعترفة بحقوقها القومية فالكيان والوجود السياسي يأتي أولا ثم الأخوة. لكن تم استخدام مفهوم أخوة الشعوب دوما كمفهوم، وخاصة من قبل الأحزاب اليسارية، لإنكار حقوق الأمم والشعوب الأخرى ثم لسحقها وتدميرها جميعا. والمثال الأكثر وضوحا هو يوغوسلافيا. كانت الأيديولوجيا الرسمية ليوغوسلافيا الأخوة والوحدة، وتم الإعلان عن الصربيين والكروات والبوسنيين والسلوفينيين والمقدونيين كشعوب شقيقة، لكن القرار كان حكرا على بلغراد وهي وحدها صاحبة القرار. أما البقية فكانوا الإخوة الصغار المجبرين على الانصياع والاستماع إلى الأخ الأكبر. والمحصلة في تسعينيات القرن الماضي أكل هؤلاء الإخوة لحوم بعضهم البعض، ولقي مئات الآلاف منهم حتفهم. وفي الاتحاد السوفيتي استخدم شعار ناردوف دروجبا صداقة الشعوب كرمز للوحدة والصداقة بين الروس والأوكرانيين والجورجيين والأرمن والأذربيجانيين وشعوب آسيا الوسطى، واعتبارهم أخوة شعوب متساوية، وعدوا أي انفصال تمردا وانفصالا، لكنهم أيضا أبادوا بعضهم البعض. بينما هذه المرة مارست الدول المهيمنة خدعة مفهوم أخوة الشعوب تجاه الكرد، وذلك عن طريق عبد الله أوجلان. فباراديغما الأمة الديمقراطية لأوجلان تتمخض عن ضياع الكرد كشعب وأمة، وتسعى لدمجهم وصهرهم في الدول القومية المحتلة لكردستان وقبول سيادتها وفق مفاهيم خادعة وشعارات زائفة ومضللة كالديمقراطية، أخوة الشعوب، جينولوجيا. فأوجلان من خلال باراديغما هذه يشرعن بقاء الكرد بلا دولة وبلا كردستان. لسنوات عندما كان قادة ومسؤولو روجافا كردستان يسألون بماذا تطالبون وماذا تريدون، كانوا بدل المطالب المشروعة الواضحة كالفيدرالية، الحكم الذاتي، الاستقلال وما إلى ذلك يطرحون مطالب غير سياسية، ونتيجة لذلك لم تتحقق أي مكاسب وإنجازات سياسية. نعم، إن أخوة الشعوب ليست خطأ، فمن الناحية الأخلاقية يجب احترام حقوق الشعوب الأخرى. فإذا كانت لنا نفس الحقوق والصلاحيات التي تتمتع بها الشعوب والأمم الأخرى، وإذا كانت هناك علاقة توافقية مشتركة بيننا يكفلها النظام الدولي، فسنقول نعم نحن إخوة. أما إذا لم نتمتع بأي حقوق ولم يكن لنا كيان ووجود، آنذاك لسنا إخوة، بل نحن مجرد مغتربين لاجئين. لا مشكلة للكرد مع أي شعوب على الإطلاق، وإقليم كردستان خير مثال على ذلك. فالسريان والآشوريون والتركمان يتمتعون بكامل حقوقهم في أربيل ودوغ أكثر من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط على الإطلاق، فهم أحرار آمنون يعيشون حياة حرة كريمة. فما مات ليس أخوة الشعوب، بل هو باراديغما عبد الله أوجلان.
ينبغي ألا يكون شعار الكرد أخوة الشعوب، بل يجب أن يكون شعارهم الوحدة الكردية والحقوق القومية الكردية والسيادة على أرض كردستان.